عبد يجي. في ايه؟ في ايه؟ طيب قولي لي بس في ايه؟ يلا على المطبخ. ايه ده ياما؟ في ايه؟ انت تخرس خالص. هو ايه اللي اخرس خالص وهي عملت ايه؟ في ايه ياما؟ انا مش فاهم حاجه. هو في ايه يا حماتي؟ هو انا عملت حاجه تزعلك؟ ما هي دي مصيبه في حد ذاتها، كمان مش عارفه عملتي ايه. في ايه يا جماعه؟ ايه الصوت ده؟ بقول لك ايه، انا ست البيت هنا واعمل اللي انا عايزاه، ومراتك غلطانه، انت فاهم؟ لا مش فاهم ياما. اللي بيغلط بنتكلم معاه باحترام وبادب، مش بنجرجره الطرقه كلها ونرميه في المطبخ. المشكله يا عبدو ان انا والله العظيم ما اعرفش انا عملت ايه. ايوه يعني يا حماتي، هي ندى يعني عملت ايه؟ ياما يعني هي مش عارفه هي عملت ايه، ومرات اخويا مش عارفه كمان هي عملت ايه. انت اللي عارفه ولا بتتبلى عليها؟ اعتبرني بتبلى عليها. تقدر تعمل حاجه؟ يعني ايه ياما بتتبلى عليها؟ خلاص يا عبدو ما تعملش مشكله، انا مسامحه حماتي عادي، يعني اكيد بتهزر معايا، مش قصدها حاجه. يعني ايه خلاص؟ يعني ايه بتهزر معاك؟ انت مش شايفه انت بتتعامل ازاي؟ انت هتفضلي طيبه كده لحد امتى؟ لا اله الا الله يا جماعه، انا مش فاهمه حاجه، ممكن تفهموني؟ عايز تعرف انا بعمل فيها كل ده ليه؟ اقول لك بعمل كل ده ليه. علشان بقالي ساعه عماله انادي عليها، ورحت لها قلت لها تعالي روقي المطبخ واعملي لنا لقمه ناكلها كلنا، لان سلفتك تعبانه. تبصلي كده وماسكه التليفون ومطنشاني. اعمل فيها كده ولا لا؟ او اكتر من كده؟ غلطتني بتطنشها. انت يا بنت الكلام ده حصل منك؟ والله العظيم ما حصل، انا ما سمعتش وهي بتندم عليا، حتى ما دخلتش الاوضه، انا بس وضبت الاوضه والصاله ودخلت قعدت بس في اوضتي استناك لغايه لما تيجي، لغايه لما لقيتها دخلت ومسكتني من قفايا، بس كل ده اللي حصل. في يا حماتي انت على فكره انت كان ممكن تقولي لي، وانا كنت عملت كل حاجه بدل المواضيع اللي انت عماله تعمليها دي. وبعدين يعني ندى ما هي عامله نص البيت. مواضيع؟ بقى انا بعمل مواضيع؟ طب بصي بقى انت وهي، انا هنا الكلمه كلمتي والامر امري، واللي يجي في دماغي اعمله وانتوا تنفذوه، يعني اللي اقوله تنفذوه. مش هجيبكوا الوضع على كده في 60 داهيه انت وهي. انت فين ياما بالظبط؟ انت ولا محترماني ولا محترماهم ولا محترمه نفسك ولا محترمه سنك ولا محترمه البيت اللي انت واقفه فيه. في ياما انت طايشه في الكل ليه كده؟ مالك النهارده؟ هو انت شاربه حاجه ولا حد عامل لك عمل؟ يا اختي شاربه حاجه؟ ايوه انا شاربه حاجه. عاجبك ولا مش عاجبك؟ واللي قلته هيحصل بخاطرك وغصب عنك يا عبدو، انت والاتنين الملاطيش دول. في يا حماتي هو انت بتغلطي فيا ليه؟ هو انا عملت لك اي حاجه؟ عملته ولا ما عملتوش؟ اوعوا كده زهقتوني في عيشتوا غير اتغوركم. حقكم عليا. طيب حقك عليا يا كريم، حقك عليا يا ندى. معلش يا عبدو، هي برضو اتضايقت برضو وزعلت. عامة انا هدخلها نتكلم انا معاها. طب انا ذنبي دلوقتي يا كريم؟ ذنبي ايه يعني في الموضوع ده؟ مش فاهم. انا عارفه يا عبدو انت يا عيني ما بين امك وما بين مراتك، معلش بس ربنا انت يربي مع قوي. الصح. لو ام غلطانه وبقول لها انت غلطانه في عينها، وانا دلوقتي غلطتها في اللي عملته. والله انا استغربت، وبعدين انا تعبانه ولا حاجه بصراحه. انا حتى ما اعرفش حتى هي قالت كده ليه. طب خلاص خلاص يا كريم، انا هدخل لها وخليك انت. استغفر الله العظيم يا رب. هي امي مالها كده بالظبط؟ فيها هي اللي مغيره. امي عمرها ما كانت كده. امي طول عمرها هي بتحب مراتي وبتحبني، وكانت بتعامل البيت كله كويس. التغيير ده ورا حاجه. ندى معلش يا حبيبتي، حقك عليا. هو انت اللي غلطت فيا ولا هي؟ انا بصراحه انا اتخنقت، انا مستحمله كل ده عشان عبده وعشان بحبه، لكن مش هستحمل اكتر من كده بكتير. انا قلت ان انا هتجوز عشان اشوف راحه هنا من بعد ما ابويا بيعملوا فيا، فانا ما لقيتش الراحه، مش عارفه اروح فين تاني. ولا هم ازاي ما بيقولوا كده ان الموت هو الوحيد الراحه؟ انا مش هستحمل ان هي تعملهم بالاسلوب ده تاني. انا خلاص هلم هدومي وهمشي. لا يا ندى بصي يا حبيبه قلبي، حماتك برضو ست كبيره، اعتبريها زي امك. طب ما انا امي كانت ست كبيره وبتعامل مراتات اخواتي
احسن بكتير. معلش، لا صوابعك مش زي بعضها. هل صوابعك قد بعضها؟ كل بني متساوية؟ ادم ماشي، بس كل بني ادم فيه قوه تحمل، وانا اتحملت كتير قوي يا كريمه. بص يا حبيبتي، انا مش عايشه عشان ان انا اتاذي بس. ما انت شايفاها ليه؟ اهو، اهو دخلتني معاكي لما انا قلت كلمه الحق. انت بتستحملي، انا ما بستحملش والله بصي. العظيم ما بستحمل. بصي يا ندى، علشان خاطر عبده راجل طيب وغلبان وبيحبك، وشفت دافع عنك ازاي قدام امه، فدي بالنسبه لك تبقى كبيره. حماتك خدي على قد عقلها، ست كبيره، ومهما كان برضو شايفانا احنا الاتنين واخدين عيالها، فبالنسبه لها بقى احنا حراميه اخدنا عيالها منها. فهمتي؟ بص، هو انا كل اللي اقدر اعمله دلوقتي ان انا هتكلم مع عبده، شوف صرفه في امه بقى، هتعامل بنفس المعامله دي تاني، فكل واحد من طريق بقى يجيب واحده بقى عندها قوه تحمل. انا شفت كتير من عيلتي، فانا مش هستنى بقى ان انا اشوف تاني في حياتي الجايه. بصي يا ندى، والدنيا دي فانيه، يعني لو احنا ما عملناش حاجه حلوه في دنيتنا هنشوف فين يعني. بصي يا ندى، حاولي ما تكبريش الموضوع. وبعدين عبده وقف معاكي، هل هو احرجك ولا قال لك كلمه وحشه قدام امه؟ ما حصلش، بالعكس ده واقف قدام امه عشانك، فدي لازم تتشال فوق راسك. ما انا قلت فهمتي؟ هعمل كده بقى. هتاخدي بعضك وهتمشي، يبقى كل اللي عمله عبده دوت قدام امه ملهوش لازمه، يبقى انت كده كسفتيه. بصي يا كريمه، انت لازم ما تحطيش نفسك في الموقف ان هي تدخل اوضتك بس انت وتجرك عارفة في الارض كويس. كله. ماشي، انا عارفه ان عبده دافع عني، فعشان كده قلت لك ان انا هتكلم مع عبده دلوقتي واشوف بقى هو هيوافق ولا لا. عامه انا جيت نصحتك وانت حره. انا الموضوع ده مش هينفع اتسكت عليه تاني، انا مش هقدر استحمل، يا اما ياخدني يقعدني في مكان تاني. انا راضيه. ايوه يا عم خلاص انا روحت. كويس انك انت جيت. خلاص ماشي يلا سلام. في ايه يا كريمه؟ ده مالك؟ في كتير يا اخويا. كتير ايه؟ في ايه بالظبط؟ شفت شفت ايه؟ يا مود امك، شفت عملت ايه النهارده؟ عملت ايه يا كريمه؟ مش فاهم حاجه. يا عيني جرجرة ندى، مرات اخوك، جرجرتها كده على المطبخ. ندى؟ ايوه، ليه عملت ايه واعملي ندى؟ وسوي مش عارفه ايه، فعبده اتدخل فاتكلم معاها كلمتين، وندى يعني اتكسرت بخاطرها وعيطت، راحت قالت مش عارف انتوا أعمل إيه في الاتنين انتوا في 60 طب ده، وانت مالك بالموضوع؟ علشان انا قلت كلمه الحق. انا مش عارف امي هنعمل فيها ايه طيب اكتر ما عملت. وقالت ايه؟ اصلا انا كنت عايزه ندى تدخل مطبخ تعمل كل حاجه عشان سلفتها تعبانه، وانا لا كنت تعبانه ولا كنت حاجه. يعني كل ده حتى لو انت تعبانه تقوم مبهدله وعامله فيها كده؟ اهو شفت بقى يا مودي، بقول لك ايه، اتكلم مع امك عشان ندى احتمال اصلا صراحه تسيب البيت وتمشي. اتكلم مع امي ولا ايه؟ بدل ما راح اتكلم معاها تشوتني انا كمان. هو ما بقاش طايق حد في البيت ولا بقت وبعدين يا اخويا طايقاني. هي بتعاملنا كده ليه؟ وبعدين بتعامل ندى كده ليه؟ ده ندى النسمه، ندى اللي طول عمرها حاضر يا ماما ونعم يا ماما. انا مش عارف. هي بص يا كريمه من الاخر يعني، امي زمان من قيمه 20 سنه فاتوا كده كانت شديده قوي، فهي الطبع بقى يغلب التطبع. هو ده طبعها من زمان من وهي صغيره، فتحس حتى مهما تكبر هتفضل طول عمرها شديده. بقول لك ايه يا مودي، اللي بيحصل ده ما ينفعش، انتوا خلاص انتوا عيالها واتجوزتوا، يعني انتوا دلوقتي انتوا المسؤولين عن اللي منكم، هي مش مسؤوله اصلا عن اي حاجه. طب بص يا كريم، هي ليها ان احنا نعاملها دايما باحترام وبكل حب ونعمل لها كل حاجه، بص يا لكن كريم. هي تسيء لنا لا. خلاص يا كريم انا جاي من الشغل تعبان، هقول لك انا المفيد، انا هقعد اتكلم معاها، هي بتحب تسمعني، هاجي على نفسي واتكلم معاها واشوف ايه الحكايه. يمكن ندى عملت حاجه كده ولا كده ومش عايزه تقول، وجابتها في حجه ان هي مثلا قالت لها طب شوفها. تعمل حاجه عشان خاطر انت تعبانه. طب شوفها وشوف الدنيا ماشي يا كريم وعرف. ماشي. ايه اللي عايشه مع عيله مجانين دول؟ مودي وفي ايه ياما بالظبط؟ في ايه ايه يا الحكايه وايه مودي؟ اللي في دماغك وايه اللي انت عايزه تعمليه؟ في ايه هو اللي بالظبط؟ حصل ده وراه ان هو ولا حاجه في دماغك محدش يعرفها غيرك، وسيبك من الكلمتين اللي مالهمش لازمه اللي قلتيهم، اللي هم اصل انا بعمل كده عشان خاطر سلفتها تعبانه وهي. بصراحة أنا مش بحبها خالص، وبصراحة صراحة أكتر أنا مش عاوزاهم يقعدوا في البيت، عبده ياخدها ويمشي وأنت اللي تفضل معايا. ايه ياما اللي انت بتقوليه ده؟ يعني ايه عبد ياخدها ويمشي وانا افضل معاكي؟ ده كده اسمه تفضيل. وبعدين انت لو مش بتحب مراته تحبيها لاجل ابنك ولاجل وجود ابنك في البيت. لا أنا مش بحبها،
وعايزاها تمشي هي وعبده. وانت اللي تفضل معايا. طب وانت ياما لو ده حصل من وجهة نظرك يعني هتبقى شايفة ان ده صح؟ يمكن غلط، بس انا عاوزه كده. انا بحبك يا مودي، انت ابني المدلل اللي بتسمع كلامي، لكن عبده لسانه متبري منه. بص ياما، ربنا خلقنا كل واحد فينا له طبع معين، ومستحيل تلاقي واحد طبعه شبه التاني، ومستحيل تلاقي اتنين متشابهين. فعشان كده انت كأم المفروض تتعاملي على طبع ولادك. لو انا بسمع كلامك ومش بزعقلك وعمري ما عليت صوتي عليكي خالص، وعمري ما اتكلمت معاكي بطريقه وحشه وما بتزعلنيش، هو بيزعلني وعبد وبيضايقني. اخويا بيزعلك وبيضايقك. هو عصبي حبتين. بتين قوي انت يعني. كأم تستحمليه يا امي. ما عادش عندي طاقه. انا يعتبر بعوض اللي المفروض عبده يعمله. يعني المفروض الكلمتين اللي انت قلتهم دول ما كنتش اسمعهم منك، لان مفيش ام تسيب ابنها يمشي كده من جنبها عادي. وما تحسسيش يا ام ان انت متفضلين عليه، وخصوصا ان انا الصغير. دي حاجه هتضايقه وهتسبب بينا كره. وكمان بقى مراته لو لعبت في دماغه وقعدت تقول له ده انت امك مفضله اخوك الصغير عليك، ده انت امك مش معتبراك موجود، ده انت امك وامك وامك، وتحمله فوق دماغه، هتخليه يعبي مني. ومن غير ما انا اعمل له اي حاجه هتلاقيه اما زعلان مني. يبقى احنا ليه نعمل كل ده من الاول؟ يعني ايه يا مودي؟ يعني اما انا ما عنديش غير حل واحد، اللي هو لو انت عايزه تخلي اخويا يمشي يبقى انا وهو. لا طبعا، انا ما اقدرش ان انت تمشي. ما هو هنعيش عيشه فل يا موت احنا الكل. انا مش هخلي اخويا يتبادل ويتشحتت بره ومراته وانا اقعد هنا متدلع ومتشحتت وعايش حياتي. لا، ده حاجه ما ترضينيش. انت شايف كده؟ انا مش شايف غير كده. خلاص، انا مش هخليه يمشي، بس انت ما تمشيش. انا مش همشي يا امي طول ما انت مخليه قاعد هنا، ويا ريت تراضوا مراته. هحاول. انا مش هخليه يمشي، هحاول ان انا اراضيها، ومش عاوزاك تزعل مني. انا مش زعلان. قوم يا اما شوف انت هتعمل ايه. ماشي. لا حول ولا قوه الا بالله. ماذا؟ ايه يا عبدو، في حاجة اعملها لك؟ مش عايزك تعملي حاجة. ولا ايه؟ عايز اقول لك حقك عليا. على الموضوع اللي حصل الصبح. ولا ليا ذنب ولا انت ليكي ذنب، بس مش عارف اعمل حاجة، مش عارف اقول لي غير حقك عليا. وبالنسبة لامي، انا مودي قال لي ان هو يعني مراته قالت له هو دلوقتي كان قاعد بيتكلم معاها. بص يا عبدو، انا قاعدة هنا لغاية دلوقتي عشانك انت، عشان دفعت عني وعشان بحبك. انا عارف الكلام ده وهستحمل كتير قوي، بس كل واحد عنده طاقة. انت لما جيت اتقدمت لي واتخطبنا عرفت ان في مشاكل بيني وبين اهلي كتير، وانهم مش مديني الامان ولا الحنية. فانا ما امشيش من بيت اهلي عشان الاقي حنية هنا وما لاقيهاش. لا بلاها احسن، هستحمل اهلي. انا ما استحملتش اهلي في المعاملة. فانا اسفة، يعني هقدر استحمل مامتك في المعاملة دي؟ هو احنا هنعيش قد ايه؟ هنعيش كام حياة عشان انا فاهمك. انا ده ومش مجبورة ان انت تستحملي كل ده، فانا معاك في اي اصلا حاجة. ان كل ده يحصل فيك. المشكلة ان كل ده بيحصل بدون اسباب. بقولك ايه يا عبدو، انا عاوزه اقعد مع مراتك شويه. معلش. ماشي. بقولك ايه، انا عارفه ان انا مزعلك كتير وانتي زعلانه مني. احيانا الانسان بيبقى انسان كده مش قابله، سبحان الله. فبصراحه انا ما كنتش بقبلك، وعشان كده كنت بعاملك كده. كنت بحس انك بارده، يعني طيبتك زياده عن اللزوم دي وبرودك كان بيضايقني بصراحه. وطريقه عبده وانه يعلي عليا صوته ده كان بيضايقني برضه. مودي فوقني.
طبعا مودي كان بيعاملني كويس وعشان كده كنت بنحازله، بس غلط ان انا افرق بين الاتنين. عشان كده بقولك ما تزعليش مني ونبدأ صفحة جديدة زي ما بيقولوا احنا ولاد النهارده. بصي يا امي، انا بعتبرك امي، وطيبته الزياده اللي انت شايفاها برود انا بس بقول حاضر ونعم، ما بعملش اكتر من كده. وان احنا قاعدين هنا وسلفتي كريمه اللي موجوده معايا هنا هي النص وانا النص، هي قالت لي وضبي الصاله واوضتك وانا هعمل المطبخ واوضتي، فده اللي انا عملته يعني، وقعدت في اوضتي. كنت هو انت عارفه ان انا واحده تعبانه وانا ما كنتش سامعاكي، عشان انت عارفه متاكده ان انا لو كنت سامعاكي كنت جيت وان انا عملت كل حاجه انت عايزاه. لكن مش معنى ان انت شايفاني بارده كنت تيجي تعاتبيني، احسن ما انت تجيبيني وتكسري بخاطري قدام سلفتي. ممن كان هي ما تعرفنيش ولا انا اعرفها، يدوب احنا الاتنين ضيوف في بيت واحد، فانت كسرت بخاطري قدامها. فانا لو امي مكانك عمرها ما كانت عملت كده. انا مشيت من بيت امي جيت هنا على اساس ان انا هلاقي الامان هنا والحنيه اللي انا ما شفتهمش هناك، فان انا اجي هنا واتمرمط بصراحه انا كنت هقول لعبده ان انا مش عايزه اقعد في البيت ده تاني، يا مامتك تكملني حلو يا اما همشي. حقك عليا، انا مش هعاملك وحش بعد كده وهعاملك زي بنتي بالظبط. بجد يعني هتعامليني زي كريمه؟ هعاملك زي كريمه بالظبط. ماشي، وانا عمري ما هزعلك والله. وهتعملي لي كل اللي بحبه؟ طبعا، وانا ليا غيرك؟ خلاص ماشي، قومي اعملي لي بقى. اعملك ايه؟ اهو. حاضر، على ايه؟ محتاجه حاجه تانية؟ سلامتك يا حبيبتي. ماشي حبيبتي، بعد اذنك. اتفضلي. فعلا انا كنت غلطانه،